أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يعد الأدب من أكثر المجالات التي تعكس تنوعا هائلا في الأساليب التعبيرية، حيث تتعدد الأشكال الأدبية التي تحمل في طياتها مشاعر الإنسان وتصوراته عن العالم من حوله. من بين هذه الأشكال يبرز كل من الشعر النثري، الهايكو، والقصة القصيرة جدا كأدوات فنية تنطلق من أسس مختلفة، ولكنها تلتقي في هدف واحد، وهو التعبير عن الذات والواقع بأقوى الصور وأجمل الكلمات. تتمثل خصوصية الشعر النثري في قدرته على وصف المشاعر المعقدة والتعبير عن الأفكار العميقة بطريقة غير تقليدية. قد يعكس الشعر النثري تأثيرات القصة القصيرة من حيث التركيز على الأحداث والتجارب الإنسانية، لكنه في الوقت نفسه يظل مخلصا لجمالية اللغة الشعرية التي تهتم بالصورة المجازية واللغة الرقيقة. بينما الهايكو يتميز بالتكثيف الشديد والتركيز على لحظة معينة أو صورة مؤثرة تنبض بالحياة. يعد الهايكو من أكثر الأشكال الشعرية التي تدعو إلى الاختذال، حيث لا يتسع المجال فيه لشرح أو تفاصيل، بل يكتفي بالنقاط لحظة عابرة تكون مشبعة بالمعاني، كما يعكس تفاعل الشاعر مع الطبيعة والعالم من حوله. ورغم قلة الكلمات في الهايكو، إلا أنه قادر على نقل العديد من الأحاسيس والتجارب، ويقترب بذلك من القصة القصيرة التي تسعى أيضا إلى تقديم فكرة أو حدث في مساحة محدودة. في بعض الأحيان تتداخل عناصر الهايكو مع خصائص القصة القصيرة، خاصة عندما يعكس الهايكو جانبا من لحظة إنسانية متكاملة تشتمل على بداية ذروة ونهاية بطريقة مبسطة. التشابك بين الشعر النثري والهايكو والقصة القصيرة، وأقصد بالقصة القصيرة أي القصة القصيرة جدا، لا يحدث فقط على مستوى الشكل، بل يتجسد أيضا على مستوى الموضوعات والأسلوب. فكل هذه الأشكال الأدبية تتعامل مع الحياة البشرية بطرق مختلفة ومكثفة، وتظهر لحظات معينة أو أفكار قد تكون مؤثرة جدا في حياة الفرد. فلنستمع معا لضيفتنا لهذا اليوم الشاعرة بشيرة درويش، وهي تلقي لنا قصيدة، فلتتفضل. مع نسمة باردة في بداية الربيع تخفق قصيدتي بين خطوط كفيك، ناعسة متعبة منذ حزن يعقوب وصبر أيوب وصمودك خسروا في مرآة الزمن. تختلط أحلامها مع مرارة فنجان قهوة على ضفاف دجلة حين طفيت لترزق بقليل من خبز المملح. تحترق بيادر القلوب المتعطشة لأوردة مبللة بماء الورد. أنت الغائب الحاضر على مشارف ضفتي رمشي، كحل في إناء عيون التي لا تنام، أحداق مسورة بسلاسل السهر للفجر.
أنا جرح الماضي والحاضر، أنا جرح الماضي والحاضر، ماضية في مشيتها الهزيلة، كرواية مفقودة صفحاتها دون عنوان، أرض بور في نيسابور زمن الجفاف، تخبئ دنانها لعل ظلك يمر أمامها، فتروي عطشك من ضرعها النازف في صدر إنان المكتنز، في صدر إنان المكتنز، تحت شجرة عجوز على قارعة الطريق، تتفقد وجوه المارة منذ اتفاقية قصر شيرين، يعريها الريح شاردة كالبلهاء، شاحبة بدون ملامح، تتعرض لعنف ملون على صفحة سوداء، ليس لها إلا تميمة وخرزة زرقاء تقنع بها نفسها، رغم جرحها النازف مع تاريخك المعسول المعجون بالألم، تسكب في جسدك كل الحب من روحها المتعب، وتمد أصابعها لتقطف لك النجوم والقمر معا، رغم جرحها النازف. قنديلنا لهذا اليوم الشاعرة والكاتبة السورية بشيرة محمد درويش، روح تمشي بين القصائد، امرأة حملت في يد الألم وفي الأخرى الأمل، وكتبت ما يعجز عن النطق به الكثيرون. إنها ابنة الشمس وصوت الياسمين من القامشلي. إلى جانب كتاباتها الشعرية تشارك بشيرة درويش في العديد من الفعاليات الأدبية والثقافية، وتستمر في إثراء المكتبة الأدبية العربية والكردية بإبداعها المستمر الذي يتسم بالصدق والشجاعة في التعبير عن قضايا الإنسان. الشاعرة بشيرة محمد درويش ولدت في نهاية عام 1969 في مدينة قامشلو السورية، وتنتمي إلى عائلة متوسطة الحال، حيث كان والدها محمد رحمه الله رجلا درويشا كادحا يعمل لتوفير حياة كريمة لعائلته الكبيرة المكونة من 9 أطفال، 5 بنات و4 أولاد. على الرغم من أن والدها لم يتمكن من إتمام دراسته، إلا أنه كان قارئا للقرآن الكريم، وحرص على تشجيع أولاده على التفوق الدراسي. كان يشجعهم على التعليم رغم الظروف الصعبة، وكانت عبارته الشهيرة التي لا يزال يرددها حتى قبل رحيله قائلا: نشأت يتيما وحرمت من إكمال دراستي، لكنني سأبذل المستحيل لتكون أفضل مني وأوفر حظا. أما والدتها هدية محمود معمو فكانت امرأة أمية، لكنها واعية ومتعلمة من تجارب الحياة، تعتز بديانتها الإيزيدية، وتزرع في أبنائها حب الخير والوطنية، وتعليمهم كيف يكونون أقوياء في مواجهة التحديات. كانت تقول لبشيرة: وزيرة الثقافة السورية نجاح العطار أنثى، فلماذا لا تكونين مثلها بل أفضل منها؟ كما كانت تعتز بشخصية بشيرة منذ أن كانت صغيرة متمردة في المدرسة على قوانين البعث، فكانوا يخافون عليها دائما من السلطات، وهذا ما أثر على دراستها لاحقا. نبقى الآن مع الشاعر والمترجم العراقي
لقمان منصور ليتحدث لنا عن بشيرة وكتاباتها، فليتفضل. بشيرة محمد درويش مواليد قامشلي سوريا، تعرفت عليها أنا وزملائي في فريق الترجمة بلا حدود بعد أن وقع اختيارنا على بعض نصوصها لنقوم بترجمتها، لذا لزم علي أن أتصل بها عبر الماسنجر لأخذ موافقتها. توسع الحديث بيننا إلى أن وصلت علاقتنا لمرحلة الصداقة، خصوصا إن كلينا من القومية الكردية. سخرت بشيرة درويش قلمها في عدة مجالات، فهي تكتب الشعر، القصة القصيرة والقصيرة جدا، وكذلك الهايكو باللغتين الكردية والعربية. بدأت بكتابة الخواطر والذكريات ومن ثم الشعر، والاحتفاظ بها لنفسها ربما لأسباب شخصية أو سياسية. عندما قررت النشر كانت تنشر تحت اسم مستعار، كما علمت ذلك منها من خلال اتصالاتي المتكررة بها. لها عدة مطبوعات في مواضيع متعددة وتحت عناوين مختلفة. نذكر منها أولا ابنة الشمس، مجموعة شعرية. ثانيا ماريان دهيلينين كافوكا الأفاعي في أعشاش الحمام، التي حصلت على شهادة الشكر والتقدير من قبل فخامة رئيس أقليم كردستان السيد نيتشيرفان بارزاني. بوخشكا هيفيان أي صرة الأمنيات، مجموعة شعرية. بيلو دومان الموج والدخان، قصص قصيرة جدا. خامسا ألف هايكو وهايكو تحت عنوان أسراب الأحلام الشاردة، كذلك حصلت على شهادة الشكر والتقدير من قبل فخامة رئيس الأقليم. أود أن أتقدم بفائق الشكر إلى زملائي في فريق الترجمة، كل من مترجم اللغة الأمازيغية مازيغ يدر من الجزائر، مترجم اللغة الإنجليزية رضوان الناجي من ليبيا، مترجمة اللغة الإسبانية فتيحة بجاج السباعي من المغرب، المترجمة صاحبة البصمتين الإيطالية والبرتغالية تغريد بومرعي من لبنان، مترجمة اللغة السويدية شروق حمود من لبنان أيضا. في النهاية أتمنى التوفيق والنجاح الدائم للصديقة بشيرة درويش. كانت بشيرة الكبيرة من بين البنات مدللة العائلة، مما جعلهم يصرون على تعليمها رغم صعوبة الحياة والمضيء في الدراسة، وخاصة للبنات أغلبهن أنهين دراساتهن، أما هي فقط أنهت الثانوية ولم تكمل المرحلة الجامعية لأسباب أمنية أولا، ولزواجها المبكر ثانيا. درست بشيرة مراحل تعليمها الابتدائية في كنيسة الحي الغربي وتدعى مدرسة الحرية الآن، والإعدادية في مدرسة زكي الأرسوزي وعبد المسيح حيداري، والثانوية كانت في دير للراهبات التي تم بناؤها في عهد فرنسا، ثم سميت بالقادسية فيما بعد مجيء النظام الحكمي. أنهت فيها دراستها الثانوية وحصلت على البكالوريا الأدبية. بدأت بشيرة درويش الكتابة منذ نعومة أظفارها، فكانت تكتب الخواطر والمذكرات اليومية خلال سنوات دراستها في المرحلة الإعدادية، ثم انتقلت إلى كتابة الشعر والقصص القصيرة. لكن بسبب الظروف السياسية في سوريا كانت بشيرة تحتفظ بتلك الكتابات لنفسها ولا تنشرها، واكتفت بالكتابة تحت أسماء مستعارة،
في الصحف والمجلات، كانت تخفي مشاعرها وأفكارها العميقة في نصوصها، حتى جاء وقت قررت فيه التفرغ تماما للكتابة ومشاركة عالمها الأدبي مع الآخرين. كان أول أعمالها الأدبية هو القصة القصيرة بعنوان شبكة العنكبوت، التي نشرتها في عام 1990 في مجلة أوج اللبنانية. هذه البداية شكلت نقطة انطلاقها في عالم الأدب، رغم أنها كتبت في البداية تحت أسماء مستعارة، وهو ما جعلها تواجه تحديا في التواصل مع جمهورها. فلنستمع لضيفتنا بشيرة درويش قصيدة السنديانة لتلقيها على مسامعنا. سنديانة الساحل. تتأمل وجوه الملائكة أم أيمن، وقفة عز تجابه الريح أم مكلومة، مفارق الطرق على الهوية تزف دماء الأبرياء، نقشة الحناء على وجه الشمس تبتسم، نيران نوروز، ورود حمراء تتقد على الجبال، مشاعل نوروز، ألوان الطيف تتوهج في الفضاء، رايات الشمس. الشاعرة بشيرة درويش تكتب بحرية وأسلوب شعري حديث يتسم بالتجديد والابتكار. تحب أن تكتب عن تجارب الحياة اليومية والمشاعر الإنسانية العميقة التي تمس القلوب. وبالرغم من عشقها للأدب العربي، فقد وجدت في الكتابة بالكردية فرصة للتعبير عن هويتها الثقافية والشخصية، مما جعلها تأخذ خطوة كبيرة نحو الكتابة بلغة الأم. هذا التحول لم يكن سهلا في البداية، إذ واجهت العديد من التحديات التي تتعلق بعدم تقبل بعض الأوساط الأدبية لكتابة الأدب الكردي في تلك الفترة. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن بشيرة لم تتوقف عن الكتابة، بل واصلت نشاطها الأدبي، الأمر الذي أدى إلى تراكم العديد من الأعمال التي تميزت بالصدق والتعبير العميق عن تجارب الحياة الواقعية. تأثرت بشيرة درويش كثيرا في بداية حياتها بقصيدة الشاعر العظيم جقرخوين كينا أم بمعنى من نحن، وهذا السؤال كان يراودها دائما في مرحلة الدراسة. وأول قصيدة كتبتها كانت أغنية ترددها في نوروز، بالرغم من أنها كانت طفولية وتجربتها الأولى عن المرأة الجنم، أي أنا فتاة كردية، كتبتها باسم مستعار ونشرت في مجلة صوت الحياة باسم أم بنفش على اسم ابنتها، إلى جانب مقالات وقصص. بعد ذلك استمرت بشيرة في نشر نصوصها الشعرية والقصصية، وشاركت في الأمسيات والنشاطات الأدبية في المنتديات والنوادي الأدبية. وكانت حصيلة كتاباتها في بداية مشوارها الأدبي إصدار باكورة أعمالها، مجموعة شعرية بعنوان ابنة شمس، وذلك في عام 2018. ثم تلت بعد تلك المجموعة الشعرية إصدارات أخرى وباللغتين الكردية والعربية. من جهة أخرى، أبدعت الشاعرة بشيرة في كتابة القصة القصيرة، حيث تجسد في قصصها تجارب إنسانية حقيقية تنبع من الواقع وتدور حول المآسي الاجتماعية والسياسية. العديد من قصصها تدور حول القضايا التي يعاني منها المجتمع الكردي، مثل المعاناة في زمن الحرب والمظالم التي يتعرض لها أفراد هذا المجتمع. وكان أول إصدار قصصي لها باللغة الكردية وذلك عام 2019 بعنوان مارن دي هيلينا كابوكا دي، الترجمة العربية هي أفاعي في عشاش الحمامي. الكاتبة والأستاذة العزيزة شمس عنتر
تشاركنا بمداخلة في هذه الحلقة، فلنستمع معا إليها. بشيرة درويش ابنة الشمس، كاتبة الهايكو اللي بتكتب بالعربية والكردية، تكتب القصة والشعر بلغة سلسة وجميلة. بشيرة درويش سلسة المعشر، صديقة حنونة، أم طيبة، كاتبة تعتز، نحن نعتز بها، نعتز بصداقتها، نعتز بأدبها. نتمنى كل النساء الكرديات يكونوا بمستوى أدائها كفعاليات ونشاطات، وحتى العمل السياسي. كانت لها مشاركات في العمل السياسي في الزمن اللي الناس تخاف تقرب على السياسي، وخاصة النساء. أتمنى لها كل التقدم في حياتها. بشيرة معشرها يحبب فيها كل من حولها، لأنها صديقة أمينة وطيبة. كل التوفيق لبشيرة ولكل من يحب بشيرة ابنة الشمس. لم تكتفي الشاعرة الكاتبة بشيرة درويش بكتابة الشعر والقصة، وإنما تحولت لكتابة هايكو النثري، وكانت نتاج تلك النصوص كتاب 1000 هايكو وهايكو، وذلك في عام 2024. المرأة أكثر حسا وحيوية من الرجل، والمرأة الكردية لها بصمة منذ القدم. كانت تؤلف الأشعار وتغنيها بصوتها الشجي الجبلي، ولكن بسبب عقلية المجتمع الذكوري وبعض العادات الدخيلة على مجتمعنا فرضت عليها قيودا، سواء كانت دينية أو اجتماعية دخيلة اكتسبناها بحكم الأديان وما إلى ذلك. ليرى إنه من المعيب أن تكتب المرأة عن العشق مثلا، أو تكتب قصيدة وتلقيها، لأن هذا يخدش حياءها. ولكن مع ذلك هناك شاعرات تجاوزن هذه الخطوط وكتبن بكل أحاسيسهن دون خوف. فلنستمع معا لضيفتنا الشاعرة بشيرة درويش، وهي تتحدث لنا عن كتاباتها ودور الشعر، فلنبقى معا. لكل شعب هوية، وهوية الشعوب ثقافاتها. الثقافة هي عبارة عن عادات وتقاليد وفن، موسيقى، شعر، قصة، رواية، مسرح. وبما أنني كاتبة كردية وأعتز بلغتي وبهويتي، فأنا أكتب باللغتين الكردية والعربية، ولدي 7 كتب مطبوعة باللغتين، إلى جانب كتاب مترجم من العربية للغة الأمازيغية. لا شك للشعر دور كبير في الأدب، لأن القصيدة التي تكتب بأحاسيس وبروح، فهي تخرج من القلب لتلامس وتدغدغ مشاعر الآخرين. فالقصيدة كما الموسيقى لا تحتاج إلى مترجم. لذلك أعتز بكتاباتي، فلكل كاتب أسلوبه الخاص به، سواء كان في كتابة القصة القصيرة أو في كتابة الشعر أو في كتابة الهايكو وما إلى هنالك. فالأدب إذا له دور كبير في رقي المجتمعات جميعا. الجدير بالذكر أن الشاعرة والكاتبة بشيرة درويش تشغل عضوية عدة أندية، وتشمل نادي هايكو العربي، نادي هايكو المغرب الكبير، نادي الهايكو الكردي، نادي هايكو الأردن، نادي هايكو مصر. وهي إدارية مع الكاتب جيفارا معو لمجلة هيلدا للهايكو وهيلما الأدبية. أهم إصداراتها مجموعة شعرية بعنوان ابنة الشمس، وقد ذكرتها قبل قليل، وذلك عام 2018. مجموعة شعرية باللغة الكردية بعنوان بغشاكي هيفيا، أي سرة الأمنيات، وذلك عام 2020. أسراب الأحلام الشاردة مجموعة شعرية هايكو عام 2021. أعراس الشهداء عام 2022.
ألف هايكو وهايكو الجزء الأول عام 2024، كما لها مجموعتان قصصيتان قصيرة جدا باللغة الكردية هما ذكرتها قبل قليل، مارن دي هيلينا كابوكا دي أفاعي في عشاش الحمام عام 2019، والمجموعة الثانية بعنوان بيلو دومان أي الموج والدخان أيضا أصدرتها عام 2021. وهناك كتاب مشترك شعر عربي مترجم للغة الأمازيغية، لها مشاركات بكتاب رقمي الخامس في عدد من الكتاب من قبل الشاعر الجزائري مازيغ بدر وشبكة المحررون. صديقنا الشاعر والكاتب والفنان المسرحي والممثل والناقد عبد الجابر حبيب شاركنا بمداخلة في هذه الحلقة، فلنستمع إليه ما سيقوله عن صديقتنا الشاعرة بشيرة، فليتفضل. بشيرة درويش، طبعا مع حفظ الألقاب، بشيرة درويش الأديبة والشاعرة تحمل في قلبها جمال وإحساس اللغتين الكردية والعربية. نعم، بشيرة درويش لديها أكثر من مجموعة قصصية باللغة الكردية. بشيرة درويش تنشر معظم كتاباتها في الكثير من المواقع العربية والكردية، وهي عضوة في هايكو، نادي الهايكو العربي، وهايكو المغرب الكبير، والهايكو الحر، وهايكو العالم. وبشيرة درويش تمتلك أدواتها الأدبية والفنية في الكتابة، تكتب بروح العفوية، لذلك هي مبدعة في كتابة قصيدة الهايكو. هذه القصيدة التي تحتاج إلى الكثير من العفوية في الكتابة. بشيرة درويش هي عفوية في علاقاتها مع أصدقائها في الوسط الأدبي. أفتخر بأن أكون صديقا لهذه الشاعرة الراقية بشيرة درويش، وأرجو لها التوفيق في مسيرتها الفنية. إلى جانب مجموعات شعرية وقصصية باللغتين الكردية والعربية لم تطبع بعد، وأنطولوجيات مشتركة تم طباعتها كأنطولوجيا الشعر الحديث في رجابا كردي، والشعر النسوي الكردي لشاعرات كرد سوريا، وأنطولوجيا تضم شعراء من كردستان العراق وسوريا وأمازيغ، وكان لها نصيب من أن تكون إلى جانب الكاتب المعروف عالميا الشاعر الراحل شيرغو بيكس وغيرهم. سيرة حياتي في كتاب باللغة الكردية لكاتب عراقي نجم الدين إسماعيل ضم 70 شخصية أدبية معروفة باسم أنا والنجوم الساطعة، وكانت النجوم في هذا المجلد الثامن للكاتب. نالت نصوصها العديد من الجوائز وترجمت بعضها لعدة لغات. تنشر بشيرة درويش نصوصها في مجلات أدبية ومواقع إلكترونية، ولها حضور واسع من المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب مشاركاتها في المعارض الدولية والمحلية مثل معرض أربيل الدولي ومعرض بابل، وقبلها في طرابلس ليبيا وشارقة إمارات والكويت واليمن وبغداد الدولي، ونيلها جائزة تقدير من منظمة جيلان في كردستان العراق، إلى جانب جوائز عديدة لنصوصها الهايكو من الأندية العربية وغيرها، بالإضافة لنيلها شهادة الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الشعر في هولندا، مجلة الأصالة العربية للأدب. في عالم يمتلئ بالقسوة تبقى الكتابة أداة للنجاة، وبشيرة درويش تمثل هذا المعنى الأصيل. عرفت كيف تحول الألم إلى القصيدة والمأساة إلى نص يبعث الحياة، بين الشعر والهايكو، وبين الكردية والعربية، وبين الحنين والمقاومة. تقف بشيرة شاهدة على زمن مشوه لكنها تكتبه بجمال حقيقي. قبل اختتام الحلقة نبقى معا مع الشاعرة والكاتبة بشيرة درويش وهذه القصيدة. هدوء وهضاب
من الأماني المكبوتة. في لحظات خجولة من دفء اللقاءات على مشارف القلب تنازع الموت بصمت، تتألم في وحشة الأيام الملطخة باليتم. عذراء حنطية عنيدة من بين غبار الحوافر، ترفع الاستسلام ورفع رايات الهزيمة مع نبضة جنيني الأول ترمم نفسها، تنزع أشواك القلق من أجفانها لتجعل من عذوبة الينابيع كحلا لعينيها. أيها القادم من الضباب، لا تترك مفاتيح قلاعي للصدأ، وبوحي لعويل الريح المخيف. لا تجعلني مدينة منكوبة تهجرها الطيور السمان في مواسم الحصاد. أترغمني على العودة على مفارق الخيبات وأيام الضجر المقيت. اسمع إذن لن تحل العباءات السوداء القاتمة محل ألوان الطيف، ولن تستطيع إخفاء خلاخيل الفضة وإسكات رنينها من أقدام بنات النور. ستحل زهور الأقحوان على تراب أحمر قاني، تمرع طفولتنا بالضحكات. سنجعلها تيجانا تزين أسواري المنهكة، لنحلق في أطلال أطرافها المترامية خلف الشمس. لا تجعلني أفكر بالرحيل أو أغامر في لعبة المتاهات وغابات الضياع. لا، هناك في ظل الجبال لا زالت معابد الشمس تقيم طقوسها، ظل ونور يلازم روحي كتراتيل عشق إلهي في شذرات وليلة يلدى الطويلة. تميمة لا تنتظر على عتبة بابك لتمسح جبينها بزيت قنديل قديم. سأسرج الأماني المتعبة لتنبت لها ريشا، أزرعها في غيمة حبلى لتنتشي وتكون سنابل قمح وشما بين ذراعي. وتنام مدننا الناعسة الحالمة بالغد على كفي. في النهاية أشكر الأستاذ القدير مروان شيخي الكاتب والشاعر المعروف، كما أشكر كل الأصدقاء الذين شاركونا الحلقة والضيوف الذين انضموا للبرنامج، ولكل كاتب أو شاعر تحدث عني بكلمة وتحدث عن سيرتي الأدبية.
كما أشكر الطاقم الإداري والكوادر لقناة وبرنامج قناديل، وأقول لكم شكرا لكم جميعا بالتوفيق وإلى اللقاء. أعزائي المشاهدين، الحديث عن قنديلنا لهذا اليوم الشاعرة والكاتبة بشيرة درويش يطول، ولكن حاولت قدر المستطاع التطرق لكافة نواحي حياتها بإيجاز أتمنى أن أكون قد وفقت في ذلك. إلى هنا وصلت بكم لنهاية الحلقة، أترككم بأمان الله وإلى قنديل آخر من برنامجنا قناديل على قناتي وفضائيتي روج آبا. إلى اللقاء ودمتم بخير.